اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور صلاح سلام، نقيب اطباء شمال سيناء ورئيس اتحاد نقابات احنا النهارده بنحتفل ب 10 رمضان بهذا النصر العظيم الذي تحقق منذ 40 عام على يد رجال البواسل، رجال القوات المسلحه الذين ضربوا المثل في الشجاعه، والذين كانوا هم وقود هذا البلد في انتصار 1973 الذي شرفوا به مصر والذي شرفوا به الأمة العربية، والذين رفعوا رايات النصر وأعادوا لهذا البلد والمواطن المصري الشرف والكرامة. واليوم نحتفل مرة أخرى مع قواتنا المسلحة بعودة الشرف والكرامة ورفع الهامات في انتصار القوات المسلحة لإرادة الشعب في 30 يونيو التي خرجت لتستعيد الثورة مرة أخرى وترفع رايات 25 يناير لكي تعود الثورة لأهلها ولشبابها والذين وقفوا لإسقاط النظام السابق، النظام الأسبق، نظام حسني مبارك. هم اليوم يصححون الطريق مرة أخرى ويصححون الثورة مرة أخرى، وتنجلي الغمة وتظهر آفاق النصر في سماء ميدان التحرير، وينتشي كل مصري حر، كل مصري شريف، كل مصري ولاؤه لهذا الوطن وليس لجماعة أو لفئة أو لتنظيم دولي أو لأي أحد غير تراب هذا البلد. اليوم تحتفل الجماهير بقواتها المسلحة وتحتفل بالنصر، تحتفل ب 10 رمضان ببدر الجديدة التي أعادت لمصر وجهها الحضاري ووجهها الحقيقي التي طالما عاشت مصر تحتفل بهذه اللحظات دائما وابدا. عادت لمصر قوتها الناعمه، عادت لمصر القوه، مصر الفن، مصر الشعب، مصر العظمه، مصر التاريخ، مصر الامل، مصر النور، مصر التي لمعت دائما في سماء الوطن العربي، وستظل مصر قاطرة الوطن العربي، وستظل مصر هي الأمل وهي الرجاء، وشعب مصر سوف يقود الوطن العربي دائما. بما ان حضرتك من شمال سيناء، العمليات العسكرية اللي في سيناء ازاي تشوفها؟ وهل هيستطيع الجيش يحرر سيناء مرة ثانية من ايد الجهاديين؟ الجيش الذي انتصر على جحافل اليهود والذي حط محطة الريش في 6 ساعات يستطيع ان ينتصر على اي عدو، فهم خير اجناد الارض. وهذه الجحافل المصرية التي هي تحارب الارهاب، تحارب من يقتلون الابرياء، تحارب من يقتلون لابد ان تنتصر انها الحق. وجيش مصر هو جيش ذكره الله سبحانه وتعالى بأنه خير أجناد الأرض، وسوف ينتصر وسوف تنتصر الإرادة المصرية وسوف يختفي الإرهاب. لقد حاربنا الإرهاب في التسعينات وسوف ننتصر عليه إن شاء الله في القرن ال21، وسوف تنتصر إرادة الشعب بإذن الله. شكرا.